منفذ الزيت الدولي دليل على إفلاس سياسة 40 عاما لحزب العمال الكردستاني باكاكا. تم افتتاح المنفذ الحدودي الجديد بالناحية روباروك بجولاميرك. افتتح المنفذ الحدودي الجديد في قرية زيتي الحدودية بين تركيا وإقليم كردستان الفيدرالي. فتح هذه البوابة سهل التنقل بين جولاميرك وأربيل. فبعد منفذ سرزرجالي الحدودي تم فتح المنفذ الحدودي الثاني بين جولاميرك وإقليم كردستان الفيدرالي. المنفذ الجديد من شأنه أن يطرئ تغييرات جدية على الحياة التجارية والاجتماعية للمنطقة وتحقيق التنمية. منفذ الزيت الحدودي في منطقة الجردين من شأنه توحيد جغرافية جولاميرك وميرغاسور وسوران ورواندوس، لم شمل إمارتي سوران وجولاميرك اللتان حكمتا المنطقة لمئات السنين. فالحدود المصطنعة التي رسمتها معاهدة أنقرة عام 26 قضت على النسيج الاجتماعي للمنطقة، وأحكمت على سكانها تهجير ديارهم وقراهم الحدودية والحنين إليها والعيش على طرفي حدود دولتين محتلتين. قسمت هذه المعاهدة القبائل والقرى والأحياء والعوائل بل حتى المراعي. أصبحت الصخور الأسمنتية الحدودية كشواهد على مقابر شعب زاغروس، أولئك الزاغروسيون الذين لم يسمحوا لأي غزاة باحتلال أرضهم على مر التاريخ. فبعد انتفاضة السيد عبد الله حافد شيخ عبيد الله الناري عام 25 انقسمت عائلة الناري التي كانت جذور القومية الكردية، ولم يعد مصير هذه الجغرافيا العريقة بيد أحفاد الشيخ عبيد الله أو أحفاد ميركور لرواندوس. ولم يتمكن آخر قائم لرواندوس والمنحدر من عائلة النهريين سيد طه من الإفلات من عقاب عائلته. ومع ذلك فإن شعوب المنطقة لم تعترف أبدا بهذه الحدود المصطنعة القسرية. حافظ شعب إقليم كردستان على هويته الاجتماعية والثقافية رغم كل المصاعب والعراقيل. كانت لمدرسة كالات التاريخية الناري تأثير كبير على العالم الفكري ومعتقدات أهل المنطقة. وفي الوقت نفسه لعبت مسيرة تاكية بارزان دور الدولة نفسها في المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية. لذلك قامت بارزان والتي كانت نتاج ذات المصادر الاجتماعية والثقافية وقادت الطريق الوطنية والكرداية وجعلت منها قوة سلطوية قومية وشعبية كحقيقة وأمر واقع تاريخي. عام 32 قاوم الشيخ أحمد وشقيقه الملا مصطفى البارزاني والثوار المحليين هجمات سلاح الجو الملكي البريطاني راف والجيش العراقي في سهل زيت. كما أرادت السلطات التركية في قرية رزيجرانا أي جاردي نزع سلاح مريديه وأتباعه. لكن اليوم رفع حفيد الخالد ملا مصطفى البارزاني والمسمى باسمه بابو رفع علم كردستان في نفس القرية ونفس المكان في مراسيم رسمية في حفل افتتاح المنفذ وسط وقوف المسؤولين الأتراك أمام النشيد الوطني أي رقيب. إن افتتاح منفذ زيت اليوم لم يضف سوى رسمية على الطابع الرسمي للإقليم، مع التأكيد على أن هناك تطورات هامة تشق طريقها إلى كردستان. إن افتتاح هذا المنفذ الجمركي يثبت حقيقة أخرى أيضا، أن الباكاكا التي كانت تنشط في المنطقة بشكل فعال ومؤثر للغاية منذ عام 82 خسرت نفوذها وهيمنتها على المنطقة. شمزينان المكان الذي نفذت فيها الباكاكا أولى عملياتها القتالية المسلحة وأطلقت أولى رصاصاتها فيه. ومن الناحية الرمزية تمت هزيمة الباكاكا عسكريا في الجغرافيا التي بدأت فيها كفاحها المسلح والعسكري. فالباكاكا التي كانت في صراعات مع عشائر المنطقة وعلى وجه الخصوص الجرديين بافتتاح هذا المنفذ تم إعلان انتصار الجرديين. أصبحت عشيرة الجردي أكبر عقبة أمام تكتيك الباكاكا المتمثل في ربط خط آفاشين زاب بخواكور وتحويل المنطقة إلى ساحة حرب. إن ولاء الجرديين لأرضهم ووطنهم جعلهم يتغلبون على الباكاكا وينتصرون عليها. حارب الجرديون ضد مخطط الباكاكا لاحتلال أراضيهم دون انقطاع، بحيث وصل الأمر إلى أن يقول جريل الباكاكا في تسعينيات القرن الماضي حتى دجاج الجرديين يحملن السلاح ويقاتلن أيضا. كان مخطط الباكاكا في فتح ممر حرب من هذه المنطقة وصولا إلى بوطان قائما على تفكيك عشيرة الجرديين. أدى هذا التكتيك الذي لا معنى له للباكاكا إلى إخلاء مئات القرى الواقعة على خط بوتان وجولاميرك. في إطار هذه الخطة التكتيكية كان الهدف الرئيسي للباكاكا هو محاصرة الجرديين. بين عامي 88 و 99 كان الهدف الرئيسي لقوات أيالة زاغروس هو توحيد جبل جوفند وغوست مع خواكورك
هذا الوضع كان يستحيل إنشاؤه إلا عن طريق تهجير الجاردين وترحيلهم. صرفت البككة كل قوتها العسكرية وتجربتها وخبرتها القتالية من أجل تحقيق هذه الخطة الاستراتيجية، لكنها هزمت في النهاية وانتصر الجارديون. قدمت عشيرة الجردي في هذه الحرب اللا أخلاقية للبككة منذ سنوات عشرات الشهداء من الأطفال والنساء، واليوم نرى البككة التي كانت تزعم قائلة أنها ستربط الجردي بخواكورك اضطرت لترك خواكورك أيضا للجيش التركي. ولو تم اليوم فتح المنفذ الجمركي الدولي من شيروان عبر سهل زيت ووادي هوبي فسيكون أعظم برهان على فشل البككة وهزيمتها عسكريا، لأن المنطقة التي نتحدث عنها كانت أكثر المناطق استراتيجية في ظل سيطرة البككة منذ 4 عقود دون انقطاع. فمثلث سهل زيت ووادي هوبي ونهر حجبك كان أحد أهم المعاقل الرئيسية للقيادة المركزية للبككة، والآن أصبح هذا المكان الطريق الرئيسي لمنفذ زيت الدولي بين تركيا وإقليم كردستان الفيدرالي. وهذا دليل على هزيمة البككة وانتصار الجارديين، حيث يعد افتتاح هذا المنفذ الجمركي مؤشرا على انهيار البككة وانتصارا لشعبنا على طرفي الحدود.